السلام عليكم احلى متتبعات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فمرحبا بكم في كويزيني اونغلي. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع الفيديوهات الجديده. اليوم ان شاء الله قررت نقدم لكم مملحات الكورني بعجينه سهله مع حشو لذيذ كبديل للبوراك التركي. كيستحق التجربه، اذا بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجوا واحد 2 كيسان ديال الدقيق اولا الفورص مغربل مزيان نوعيه جيده. غادي نحتاج جهد معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، خميره ديال الخبز. غنحتاج نص معلقه صغيره ديال سكر سنيده، وغادي نحتاج بيضه واحده فقط، البياض ماشي البيضه كامله. غادي نحتاج كذلك نص كاس ديال الماء دافي على حسب لا كونتيتي ديال الدقيق اللي غديروا، سواء كاس اولا نص كاس، على حسب 2 كيسان فغنحتاج غير كاس. غنحتاج كذلك زيت نباتيه والملح للتنسيم. غادي نجمع كلشي عندي في بول كيف ما كتشوفوا. اني ضفت الخميره، من بعد غادي نضيف السنيده، من بعد غادي نضيف الزيت وغادي نضيف الملح كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف بياض البيضه وغادي نجمع بالكاس ديال الكاس ديال الحليب اولا نص كاس ديال الحليب يكون دافي. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نبقى نجمع العجين ديالي، ما غاديش نعجن، غير كنجمع، ماشي عجين مورق، يعني عجين سهل وبمقادير سهله. كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى نجمع حتى كنحصل على عجينه لينه وتسهل عليا انني ندلكها، ما تكونش قاصحه. من بعد غادي نغطيها وغادي نخليها جهد 15 دقيقه حتى ترتاح وتخمر على خاطرها، عاد غادي ندلكها ونطلقها. الوغ دابا ملي ارتاح ليا العجين ديالي غادي يسهل عليا انني نخدم به. غادي ناخذ العجين وغادي نبدا ندلك. دونك غادي ندير شويه ديال الدقيق باش ما يلتصقش ليا، وغادي نطلق العجينه ديالي باش يسهل عليا انني نشكلها على شكل ديكورني كيف ما غتشوفوا معايا. من بعد ما طلقت العجين ديالي كامل نحاول انني ما نخليهش رقيق بزاف باش ما يتقطعش ليا، لان هذا ماشي عجين مورق، يعني عجين عادي. من بعد غادي نبدا نقطعوه على شكل طولي بحال هكا، اشكال طوليه مستطيله كومسا باش نبدا نلويهم على الكورني كيف ما غادي تشوفوا معايا ويسهل عليا انني نخدمهم. غادي نكمل لا كونتيتي اللي عندي. من بعد غادي نحتاج دي كورني. المهم على الاقل يكونوا عندكم واحد الخمسه اللي تقدروا تبقاو تخدموا بهم. عندي واحد اللي صغير وعندي واحد شكل طولي طول منه، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. الا ما كانش عندكم ممكن انكم تستعملوا غير الالومنيوم وتحاولوا انكم تلويوه بحال هكا على شكل كورني غادي تخدموا به، مي كيبقى ماشي صحي، ماشي بحال خديتوا هاد لي كورني غيكون افضل. دونك كيف ما غتشوفوا معايا غادي نبدا نلوي كل وحده على حده حتى نحصل على هاد الشكل اللي داير، وغادي نحطهم على جنب. بالنسبه للتحت غادي نحاول انني نبدا نسدهم بالبياض ديال البيض. كيف ما كتشوفوا معايا كنهز غير من البياض ديال البيض باش ما يتحلوش ليا اثناء الطهي، غير شويه ماشي بزاف، ما بغيتوش ديروا غير شويه ديال الماء كيف ما غتشوفوا دابا. نسدهم مزيان باش ما يتحلوش ليا، وغادي نكمل على نفس الكيفيه حتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي. الوغ من بعد ما كملت لا كونتيتي ديال لي كورني اللي عندي حطيتهم فوق من ورق الطبخ باش ندخلهم الفرن. غادي نبدا ندهنهم بصفار البيض كيف ما كتشوفوا معايا، غندهن كل وحده على حده. من بعد غادي نرش عليهم شويه ديال البافو. الا ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم ترشوهم غير بزنجلان اولا بالسانوج اللي كان. ما كانش عندكم ماشي مشكل، حتى يطيبوا ديروا شويه ديال الجبن غير باش تكون لا ديكوراسيون زوينه.
كيف ما شفتوا معايا باش ياخذوا ليا لون ذهبي نحاول ندهنهم كاملين من الاعلى ومن الاسفل، وغادي ندخلهم على فرن يكون ديجا سخون ونرد معاهم البال حيت دغيا كيتحرقوا. اون اتوندون انهم يطيبوا ليا غادي ندوزو باش نوجدوا الحشو اللي سهل جدا، كيوجد لينا في 5 دقائق. كناخذوا لي زيبيناغ من بعد ما غسلناهم مزيان وقطعناهم مع معلقه ديال الزبده، كنديرهم في مقيله اولا كاسرونه نخليوهم حتى يطيحوا شي شويه. من بعد كنضيفوا عليهم السومون فومي، يمكن لكم تضيفوا كفته، يمكن لكم تضيفوا الطون اللي متوفر عندكم. انا كان عندي السومون هو اللي ضفتو، مي كيعطي مذاق رائع في هذه الحشوه، غير جربوه الا كان عندكم. من بعد غادي نبدا نخلط، وغادي نضيف شويه ديال الملح، غير شويه اللي حيت لي زبيناغ ديجا مالحين، وغادي نضيف شويه ديال الابزار فقط، وغادي نبقى نحرك وغادي نخليها تبرد. غادي نطفي عليها ونخليها تبرد على جانب. من بعد غندوزو لاصوص بيشاميل اللي كلشي كيعرف يحضرها بيان سور. كناخذوا 2 معالق ديال الزبده مع 2 معالق ديال الدقيق، كنحركوهم مزيان حتى يتحمروا لينا شي شويه. من بعد كنبداو نضيفوا عليهم الحليب تدريجيا حتى كيتحلوا كاع دوك التكتلات وما كتبقى حتى شي كره ديال الدقيق كيف ما غتشوفوا معايا. الوغ باش تنجح معايا لاصوص خصني نستمر في التحريك حتى تحل كامله، ما خصنيش نحبس من التحريك حتى تعقد ليا. بيان سور غادي نضيف عليها شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. الا عندكم طريقه ديال الكوزه غادي تحكوها، ما كانتش ماشي مشكل. وغادي نستمر في التحريك وغادي نحطها حتى هي على جنب باش ندوزو نبداو نعمروا الحشوه ديالنا. الوغ كيف ما قلت لكم هذه الحشوه ديالنا الاقتصاديه فيها 3 ديال المكونات، لي زيبينار والسومون فومي ولا صوص بيشاميل. غادي نخلطوا هذا الشيء كامل. يمكن لكم تضيفوا الجبن، انا الجبن غادي نزين به من الاعلى. غادي نخلط هذا الشيء كامل وغادي نجبد لي كورني ديالي، غادي تشوفوهم كيفاش خداو لون ذهبي رائع. باش نبدا نعمرهم غادي نخليهم حتى يرتاحوا شي شويه، يبردوا شي شويه عاد نبدا نعمرهم. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هما هادو كياخذوا لون ذهبي من الفوق ومن التحت حتى هو كيف ما شفتوا معايا. وغادي نبدا نعمر كل وحده على حده كيف ما غتشوفوا معايا. الوغ كناخذ كميه من الحشو كنديرها وكنسد بالفرomاج غابي باش ما تخرجش ليا الحشوه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. نعاود نعمر حتى هذه ونصبها بالجبن ونحطها على جنب. صدقوني هذه الحشوه كتجي رائعه، ولا جربتوها غتولي معتمده عليكم وسهله اقتصاديه. ممكن لكم انكم تضيفوا فيها اللي بغيتو، اللي هذه كتبقى اقتصاديه وكل واحد والمتوفر ديالو. الوغ غادي نبقى دائما كنسد بالجبن وكنحط على جنب حتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي. فرشت ليهم شويه ديال الخس. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر. الوغ كيف ما غتشوفوا معايا الطبق النهائي هو هذا. كنزينو بشويه ديال لي طوماط سوريز. بالنسبه لا ديكوراسيون كتبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. دونك كانت هذه هي الوصفه ديالنا. الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بلي لايك وبالاشتراك. فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد ديال الوصفات. كنشكركم بزاف على التتبع والى اللقاء.